في هذا الفيديو سنستعرض أفضل 3 قصص نجاح الصفقات الشتوية في الميركاتو. سنستعرض لاعبين استطاعوا تحقيق إنجازات كبيرة في الأندية التي انتقلوا إليها، وتركوا بصمات لا تنسى في تاريخ كرة القدم. قد تكون هذه الصفقات جلبت الألقاب أو غيرت شكل الفرق تماماً. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه القصص الرائعة. عندما انتقل لوكا مودريتش من توتنهام هوتسبير إلى ريال مدريد في صفقة الميركاتو الشتوية عام 2012، لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يصبح واحداً من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه استطاع تحقيق تألق كبير في ريال مدريد والفوز بجوائز عديدة مثل الكرة الذهبية وأفضل لاعب في كأس العالم لعام 2018. قدم مودريتش مردوداً مذهلاً وترك بصمة قوية في التشكيلة الأساسية لريال مدريد. تعد صفقة نجاح فيرجيل فان دايك في الميركاتو الشتوي لعام 2018 من أهم الصفقات في تاريخ ليفربول وكرة القدم بشكل عام. بعد انتقاله من ساوثهامبتون، استطاع فان دايك تعزيز خط دفاع ليفربول بشكل كبير وتحقيق الاستقرار الدفاعي الذي كان ينقص الفريق. ساهم فان دايك بشكل كبير في تتويج ليفربول بعدة بطولات، بما في ذلك دوري الأبطال الأوروبي عام 2019. إيرلينغ هالاند هو واحد من أكثر اللاعبين الشباب إثارة للإعجاب في الكرة العالمية. انتقاله إلى بروسيا دورتموند في الميركاتو الشتوي لعام 2020 أثار ضجة كبيرة في عالم كرة القدم. سرعان ما أثبت هالاند نفسه كلاعب مميز وقوي، حيث سجل هدافاً رئيسياً لبروسيا دورتموند وساهم في تحقيق الانتصارات الكبيرة. نجح هالاند في تحطيم العديد من الأرقام القياسية وأصبح واحداً من أهم المهاجمين في العالم. في هذا الفيديو استعرضنا لكم أفضل صفقات موسم الانتقالات الشتوية في تاريخ كرة القدم. قدمنا نظرة على بعض الصفقات التي خلقت ضجة في سوق الانتقالات وتركت بصمة قوية في الأندية الكبيرة. تركز الميركاتو على فترة تبادل اللاعبين بين الأندية، ويعتبر هذا الموسم حاسماً في تعزيز صفوف الفرق وتحسين قدراتها. بشكل عام، فإن الميركاتو الشتوي هو حدث رئيسي في عالم كرة القدم، حيث يحدث تغيير فعلي في ترتيبات الفرق وتأثير كبير على مسار الموسم الكروي. إن القدرة على إجراء صفقات مهمة في هذه الفترة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في أداء الفريق وتحقيق النجاحات في المنافسات.